السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. اسفة على التأخير، كنت في ظروف مرضية. الحمد لله على كل حال، وراجعه لكم بوصفة جميلة جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وفراخ مشوية كده ومحشية رز وحاجة كده اللهم بارك، والطعم حكاية. خليكي معايا لاخر الفيديو وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. وكمان طاجن ملوخية ناشفة كده على طريقتي بطريقة جميلة جدا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اغلى احلى اخوات. معايا بصلايه كده فرموها فرم ناعم، ومعايا فلفل وكمون وبودرة بصل وبودرة ثوم وملح، مش اكتر من كده. هحطهم كده على البصلايه وادعكم في بعض كده كويس بايدي، طبعا عشان يدي طعم جميل جدا. وطبعا الفرخه غسلها كويس جدا ومنشفاها. طبعا احنا عملنا نقع الفراخ قبل كده مع بعض بليمون وملح وشويه طحينه ورقتين من اللوري، وسيبها كده 10 دقايق مع بعض مع نفسها كده ربع ساعة لغاية ما تديك البياض الجميل دوت وتشطفيها. وطبعا بنخلي الجلد زي ما احنا شايفين كده، خالية الجلد ومظبطاها قبل ما ابدأ تصوير علشان ما اخدش معاكم وقت كبير. وطبعا هنغزها بالسكينة زي ما احنا شايفين كده عشان تستوي من كل مكان ويبقاش فيها دم نهائي. وهبدأ بقى اللي انا ادعكها بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعض ديت كده عشان تديها طعم كده، وكمان تتملح وتبقى متملحة وملحها مظبوط كمان معايا. طبعا دي تقدري تعتمديها في رمضان والعزايم، وحاجة كده اللهم بارك جميلة جدا بجد، طعمها بيبقى روعة. كل اللي جربها من ايدي طلبها مني وقال لي انتي بتعمليها ازاي. هسيبها مع نفسها كده حوالي نص ساعة على ما اعمل اجهز بقية الحشوة. وطبعا طول ما احنا واقفين ما ننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونستغفر ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنعمل بقى الحشو بتاع الفرخه. معايا حله على النار، هحط فيها شويه معلقتين كده من الزيت ومكعب صغير من الزبده، ومعايا الكبد والقوانص. طبعا كل ما اجيب فراخ بقى اشيل الكبد والقوانص بتاعتها، فدي كانت كبدتين على نصين كده. وهبدا اديهم صدمه كده، واول ما ياخدوا لون ابدا اللي انا اقلبها. بجد الكبد والقوانص مع الحشوة بتدي طعم جميل جدا. لو مش عندك الا بتاعة الفرخة مفيش مشكلة خالص، حطيها مش هنقول لا. ما توقفيش نفسك على اي حاجة. ومعايا بصلاية مفرومة، هبدأ اللي انا انزلها كده واقلبها واسيبها مع نفسها كده 10 دقايق عشان تستوي كويس. وهحط البهارات عبارة عن فلفل نص معلقة من المعلقة الكبيرة، حاجة بسيطة زي ما احنا شايفين كده، وكمون. وطبعا نص معلقة من السكر بتديها كرملة كده وطعم جميل جدا في الحشوة ديت. اتمنى ان انت تجربي الطريقة وتقولي لي ايه رأيك فيها. طبعا لو وصلت لغاية هنا متنسيش اللايك والاشتراك يا غالية، وتحطي كومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. ومعايا كوباية من الرز غسلها كويس. طبعا احنا مش هنستخدم الكمية دي كلها للفرخة، طبعا احنا هنسويها نص تسوية كده وناخد منها شوية للحشو. وهنكمل وهنسيب الرز نكمل تسوية. هتديها بقى تشويحة كده. طبعا الرز عشان يبقى مفلفل معاكي ما تستعجليش على اللي انت تحط المية، لازم تشوحيه تشويحة كويسة جدا لغاية ما ينشف معاكي كده. وبعد كده نبدأ اللي احنا ننزل بالمية ونظبط الملح بتاعه زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا الفيديوهات بتاعتي مش طويلة خالص، اتمنى ان انت تشوفي الفيديو للاخر وتقولي لي رأيك وتجربي الوصفة وتقولي لي ايه رأيك فيها. طبعا هنزل عليها بمية مغلية، بس هنا ما زودتش ميه كتير، يا دوبك غطيت بس الوش وهسيبها يا دوبك الميه تتشرب وهاخد الكميه اللي انا عايزاها. وبعد كده ازودها تاني واسيبها على نار هاديه تستوي وتكمل سواها. هنا اخدت الكميه اللي انا محتاجاها. شايفين الرز لسه ناقص سوا ومفلفل وجميل معايا ما شاء الله اللهم بارك. هتبداي بقى اللي انت تحشيه كده من جوه، تحطي الكميه عادي اللي انت عاوزاها. طبعا خلي الجلد زي ما احنا شايفين. طبعا انا سبت الفرخة
في التتبيله اللي احنا عملناها في الاول مع نفسها لغايه ما الرز استوى وهدي معايا شويه. وبعد كده بدات اللي انا احشي كده وتوزعي الرز علشان الجلد ما يفرقعش منك. زي ما احنا شايفين طريقه الخلي سهله جدا. تبدأي كده بصباعك بالراحة كده وتدخلي ايدك واحدة واحدة، بتلاقي الجلد طلع معاكي بكل سهولة. وهتفردي الرز كده زي ما احنا شايفين علشان الفرخة ما فرقعش معاكي ويبقى منظرها مش حلو. طبعا تبدأي كده اللي انت تكتفيها زي ما احنا شايفين كده عشان يبقى شكلها جميل ولذيذ كده في التقديم. وطبعا وزعي الرز كويس جدا زي ما اتفقنا علشان الفرخة او الجلد ما يفرقعش معاكي يبقى الفرخة شكلها مش لطيف. وتجيبي اي طاجن وتحطي الفرخية فيه، وطبعا كوباية الا ربع من المية، وهتغطيها باي غطا على مقاس الصينية وتسيبيها في الفرن على درجة حرارة 200 حوالي نص ساعة، وتبدأي تشيلي الغطا وتسيبيها تستوي وتكمل سواها. هنا هنعمل طاجن بقى الملوخية الجميل. جبت معلقتين من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة البلدي او اي سمنة متاحة عندك، ومعلقة كبيرة من الثوم، وهتبدأي تشوحي الثوم كده لغاية ما ياخد معاكي لون ذهبي. طبعا ما تحمريش الثوم قوي عشان ما يمررش معاكي الملوخية. واول ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده، هبدأ انزل بحبايتين من الطماطم مبشورين ومكعب من الماجي، بجد بيودي الملوخية في حتة تانية. وتديها بقى تقليبة كده، سيبيها بس على النار 5 دقايق او دقيقتين بالظبط، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. لو وصلت لغايه هنا اوعي تنسي اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيك، وما تنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احط طبعا ربع معلقه من الكزبره الناشفه، المفروض كانت اتحطت مع التوم بس انا نسيتها، حقكم عليا. وهنجيب كان عندي شوربه او فائض الدجاج او اللحم عشان اخواتنا اللي برا مصر. وتسيبيها بقى تغلي كده مع بعضها، شايفين اللون ما شاء الله. سيبيها 10 دقايق كده تغلي مع نفسها كده عشان الطماطم تستوي. ومعايا هنا ملوخية ناشفة، ممكن نجيب نوع الضحى موجود متوفر في اكياس او نجيبها من عند الفلاحين. طبعا انا جايباها من الفلاحين، جميلة جدا. ما تجيبهاش سايبة من عند العطار لان بتبقى مليانة تراب وحاجات مش حلوة خالص، فتجيبيها من مكان نظيف علشان تديكي نتيجة جميلة. وتبداي اللي انت تقلبي. طبعا انا ما حطيتش الطبق كله علشان اشوف القوام، لو احتجتهم هحطهم ما احتجتهمش يبقى خلاص عشان ما تطلعش معاكي تقيله قوي. طبعا انا عماله اقلب كتير، ما تقلبيش كتير كده، انا بس بوريكي الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي. وهنا شلت خلاص الكبشه، وبعد كده هبدا اول ما تعمل الريم اللي على الوش ده لازم تشيليه، يعني بيدي الملوخيه لو سبتيه بيدي الملوخيه طعم مش لطيف خالص، فمش محتاجينه في حاجه هنشيله. وهنا بسيبها حوالي 3 دقايق او 4 دقايق تغلي كده علشان الملوخية الناشفة تستوي معايا، ما تخافيش ما بتسقطش ولا اي حاجة. بجد طعمها اللهم بارك بيبقى لذيذ جدا. وهنا خلاص كانت استوت معايا ما شاء الله. بوريكم قريب شكلها عامل ازاي، بس طبعا البخار مش موضح الشكل كويس، فهوريها لكم في الاخر زي ما وريتها لكم في الاول كده. وهنا الفرخة كانت ما شاء الله استوت معايا. طبعا انا الحته دي ما اتصورتش معايا، حطيت معلقه من الزبده ومعلقتين من الصلصه كده، ودهنت وش الفرخه عشان يديني الحمار واللون الجميل دوت. وطبعا ما شاء الله استوت وجميله جدا، وهوريها لكم كمان من جوه شكلها عامل ازاي. والرز مفلفل، طبعا الرز اللي فاض زي ما احنا شايفين فرشته في طبق التقديم تحت الفرخايه كده عشان يدي شكل جميل في وقت التقديم كده. وبجد اعتمديها في رمضان، جميله جدا في العزايم، هتعجبك جدا. وما تعمليها كل اللي هيسألك عملتيها ازاي، بس اهم حاجة نغطيها في الاول علشان تستوي في الاول، تستوي كويس وتبقى دايبة دوب كده من جوه. طبعا لان حاشينها رز هي مش فاضية، فعلشان تستوي معاكي سوا مظبوط. ايه رأيكم بقى في الشكل؟ ما شاء الله اللهم بارك. واول ما يعدي كده
نص ساعة او ساعة الا ربع كده او ساعة الا تلت كده، تبدأ تشيل الغطا، هتبدأ المية اللي احنا حطيناها تتبخر وهتديكي اللون الجميل اللي احنا شايفين دوت. بس هنحط معلقة زبدة على معلقة صلصة كده، نعملها شوية كويس مع بعضها وندهنها بأي فرشة. وهنا طاجن الملوخية ما شاء الله اللهم بارك من قريب، شايفين شكله عامل ازاي، والقوام كويس جدا، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. وطبعا ملوخية يعني رز بشعرية، عملت رز بشعرية جميل كده، بس عشان وقت الفيديو طبعا ما صورتهوش، عملته معاكم قبل كده في فيديو البامية لو عايزين تشوفوا الطريقة. وطبعا ممكن تقدميها كمان مع مكرونة. وايه رأيكم في الفيديو؟ اتمنى تقولوا رأيكم، واشوفكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم.